إيه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة معانا بوت بومبي. كان في بعض من الأصدقاء طلبوا إن احنا نعمل فيديو عنه، عشان هما مش عارفين يشتغلوا عليه ازاي، وايه هي الحاجة اللي المفروض تتشحن في البوت بتاع بومبي، ولا هل احنا أصلا محتاجين نشحن ولا لأ. كل ده هنتكلم عليه إن شاء الله النهاردة في الفيديو بتاع النهاردة. بس قبل ما نبدأ في أي حاجة، يا ريت نعمل متابعة للقناة، ونعمل ندوس على زرار اللايك، وهسيب لكم الرابط بتاع البوت والرابط بتاع القناة تحت في وصف الفيديو. اول حاجة، احنا عندنا هنا البوت ده فيه شوية حاجات. منها عندنا الفي اي بي. الفي اي بي ده فيه منه حاجتين: في اشتراك لمدة شهر اللي هو $4.99، وفي اشتراك لمدة 3 شهور اللي هم مدة السيزون بتاع البوت يعني، ده كان ب $30. طيب، احنا طبعا فاضل شهر بس او شهر وكام يوم يعني على الادراج بتاع العملة اصلا. فبالتالي احنا مش هنشتري اللي هو بتاع 90 يوم اللي هو بتاع السيزون، احنا هنشتري بس اللي هو بتاع ال 30 يوم. طيب، ازاي نقدر نشتريه؟ في طريقتين: في طريقة ان احنا هنشتريه من جوه البوت كده عادي على طول، وفي طريقة تانية ان احنا بنعمل بندوس هنا، على الفي اي بي دي، بتظهر لنا الشاشة بتاعته. بندوس على الزرار اللي هو بتاع 4.99، بيقول لك ان احنا ايه ممكن نقدر ندفع بنجوم. طيب، احنا مش عايزين ندفع بنجوم، لان انت لو هتدفع بنجوم هتحتاج يا اما تشتريها عن طريق التليجرام او تشتريها عن طريق موقع فراجمنت، ويعني هو اغلى كمان من ان انت تدفع بايه بكاتي. طب ازاي نقدر ندفع بكاتي بقى؟ بندوس على الصورة الشخصية بتاعتنا دي، بتلاقي عندك هنا ديسكتوب فيرجن مكتوب عليه 30% اوف. بندوس عليه، بيروح جاي فاتح معاك كده زي ما انتم شايفين. بعد ما بيدخل بتروح جاي داخل بقى انت على الفي اي بي دي تاني، وتيجي تدفع، هتلاقي طريقة الدفع اتغيرت معاك. بيدفع ازاي بقى؟ تقدر تدفع عن طريق اليو اس دي تي، تقدر تدفع عن طريق التون، او تدفع عن طريق ايه الكاتي. طبعا احنا هندفع عن طريق الكاتي لان هو ايه ارخص من ان احنا ندفع باي طريقة تانية. طيب، ايه كمان؟ بص بقى يا سيدي، طريقة الشغل على البوت ده اصلا ازاي. انت كل يوم عندك فيه شوية مهمات مطلوب ان انت تعملها. اولا، انت الشوب في عندك ايه حاجتين لازم تشتريهم كل يوم. ده بيبقى مجاني، الاير دروب بوكس، والاير دروب بوكس اللي جنبه ده بيبقى عندك 10 باكت من الاير دروب بوكس، بس بيبقى سعرهم مخفض. فانت لازم تشتري ده وتشتري ده كل يوم. طيب، ايه كمان؟ بالنسبة للحاجات اللي موجودة هنا في الخانة بتاعة البرشيز، احنا مش محتاجين منها حاجة. طبعا هنا لو انت عايز تشتري بقى ذهب عشان تقدر تشتري بيه بوكسات تاني عشان تسرع العملية بتاعة ايه الليفل اب بتاعتك. طيب، ده كده كانت اول حاجة عندنا اللي هي خانة الشوب. طيب، ايه كمان؟ في عندك هنا بينزل لك هدية كل يوم بناء على التصنيف بتاعك في ايه في البيكي. البيكي ده لازم كل يوم تخش تخلص البيكي بتاعك ده. كل نص ساعة بيجي لك واحدة. طيب، بتخش هنا على البيكي زي ما انت شايف، بتخش تعمل ايه فايت مع حد. يعني يا تكسب يا هتخسر، وبعدين بعد ما تكسب او تخسر بتاخد بوينتات او تنقص بوينتات على حسب تصنيفك. وده هو اللي بيأثر على التصنيف بتاعك ايه الاسبوعي. التصنيف ده بيتعمل له ريست كل اسبوع. بتحاول ان انت ايه تعلى في التصنيف عشان تاخد عدد من العملات اكبر، ده غير الهدايا اللي انت بتاخدها من السكيل بوينت ومن عملات البيتكوين او اللي هي الذهب دي. هي هم مسمينها هنا بيتكوين. تمام، ده بالنسبة للأرينا. طيب، بتلاقي الهدية دي فين؟ بتلاقي الهدية دي هنا في خانة الجوابات اللي فوق دي، الميل. بيجي لك هدية كل يوم، وبيجي لك هدية ايه كل اسبوع. طبعا كل اسبوع بتبقى كبيرة شوية. طيب، ايه كمان تاني عندنا هنا؟ في عندنا هنا ايه خانة القرن. ايه خانة القرن دي؟ زي ما انت شايف كده، بتفتح بتلاقي في عندك ايه شوية حاجات لما بتعملها بتاخد ايه مكافآت زي ما انت شايف كده اهو. ايه كمان؟ في عندك يا سيدي خانة السكيل بوينت. خانة السكيل بوينت، انت بيتفتح لك سكيل بوينت كل شوية على حسب الليفل بتاعك. طب ازاي تقدر تطورها؟ تخش هنا على جيت سكيل بوينت،
بتلاقي هنا عندك فيه اما تعمل درو 1 اكس، درو 10 اكس، درو 100 اكس. طيب ده بيعمل ايه؟ ده بيلفل لك هنا فوق الايه الليفل بتاعك. ده بيحدد نوع السكيلات اللي هي هتجيلك، اللي ممكن تجيلك من البوكسات اللي انت بتفتحها دي. طيب ايه كمان؟ هنا بقى بتعمل ابجريد طبعا للسكيلات دي. كل ما تعمل ابجريد اكتر كل ما الدمج بتاعك يزيد. طيب كده احنا شرحنا خانة السكيلز وخانة الايرن وخانة ايه الشوب. الانفايت، خانة الانفايت بقى، انت كل ما تعمل انفايت لحد من الاصدقاء بتاخد هدايا، نسبة من الربح اللي هو ايه بيجمعه. بس يعني مفيش حاجة تانية اكتر من كده بالنسبة لخانة الانفايت. طيب ازاي بقى بنقدر نعلي الليفل بتاعنا؟ في عندك هنا حاجتين. عندك حاجة هنا اسمها الاير دروب اهي، زي ما انت شايف كده. محتاج ان انت تعمل لها ابجريد باستمرار، ما تحاولش تخليها ابدا تبقى واقفة، لان زي ما انتم شايفين الابجريد بياخد وقت كتير جدا، والتايم سكيب بتاعه صغير جدا. يعني بص انا معايا 154 اكسلريكيتور بيديني 12 ساعة، يعني اقل من يوم. وهو طبعا غالي جدا فانا مش بقدر اشتريه. طيب ايه تاني؟ عندك هنا الخانة بتاعت الاوتوماتيك، دي بتخش تظبطها من هنا، وهو يفضل ايه يقتل في الوحوش لوحده عشان انت تلفل. في عندك هنا بقى ايه، كل ما انت بترفع تعمل ابجريد في الخانة اللي هي بتاعت الاير دروب، بتبقى السبيد بتاعك هنا بيزيد. انت بتختار السبيد على حسب ايه الليفل بتاعك بتاع الاير دروب. هو بيتفتح لك اوتوماتيك وانت تقدر تختار. كمان انت بتختار الكريتيريا بتاعت الايكويبمنت اللي هو يسيبها لك ان انت تشوفها. لو هي حاجة ضعيفة بتختارها من هنا. لو هي حاجة ضعيفة انت ايه بتقول له لا انا مش عايز، ابيعها على طول. طيب سبيد اب اير دروب بوكس اوبننج، او ده لو انا حبيت ادوس عليها بيقول لك لازم الايه تشتري الاول الاوتوماتيك الفي اي بي. بس كده اصدقائي، ده كده كل الشرح اللي موجود عندنا في البوت. طب ايه بقى يا فرانكو الحاجة اللي احنا هنتحاسب عليها؟ هنتحاسب على العملة الفضي اللي فوق دي. هو ده الرقم اللي انت هتاخده في الاير دروب بتاعك بتاع بومبي. يعني مفيش توزيع عشوائي زي بتاع كاتزن. محدش يخاف من ده ابدا يا شباب. بس كده ويكون خلص الفيديو بتاعنا. ما تنسونيش باللايك الجميل بتاعكم، واشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد على قناتكم كريبتو فرانكو. مع السلامة.